أنتقل للصحفي حكم البابا معنا هنا في الاستوديو. المعلومات الأولية يعني والطبيعية والروتينية تقول بأنه إذا أريد استصدار شهادة وفاة من المفروض أن يكون هناك، خاصة في مثل حالة هذه الجثة المحترقة والمقطعة الأطراف، استصدار أمر من جهة أمنية، ربما المحافظ أو نائب المحافظ يجب أن يكونوا على علم حتى تصدر شهادة وفاة. أم أن الأمر في سوريا كل واحد قال هذا قريبي فمباشرة يعطى شهادة وفاة؟ ما الذي يحصل؟ لا بالتأكيد هناك مخطط مدروس لبناء قصة اسمها زينب الحصني. مخطط بعد منع دخول وسائل الإعلام إلى سوريا والتغطية الكبيرة التي حولت الثورة السورية إلى قضية عالمية إعلاميا. أريد توريط هذه القنوات الفضائية. لم يتم السيطرة على الإنترنت والموبايل والصور التي ترسل، فمثل ما حدث مع السفيرة السورية في باريس لمياء شكور مع فرنسا 24. أريد توريط القنوات الفضائية. تم تسليم جثة. احنا ليش بنسميه توريط القنوات الفضائية؟ احنا بالفضائيات لما تعاملنا مع قضية زينب اعتمدنا على شهادة وفاة رسمية وجثة دفنت وأمها قالت بأنها زينب. يعني المشكلة أنت يعني أنت عم تتعاملي مع عقول تقوم بألعاب صغيرة. هاي اللعبة اللي صارت هي لعبة أولاد صغار بيلعبوها مع بعض بالحارة، بيتخبوا ورا بعض. اللي عملوه هي لعبة للأسف ضباط المخابرات المسؤولين عن ترتيب هذه الألعاب، وعلى رأسهم اللواء زهير حمد نائب مدير إدارة المخابرات العامة الذي يقوم بتركيب السيناريوهات والاتهامات للناس. مستوى تفكيرهم هيك انه بدنا نسجل نقاط على العربية، على الجزيرة، على باقي القنوات، فمنقوم نخترع قصة وبعدها بنطلعهم كذابين. وللأسف الشديد طب احنا كذابين لو ما كان في حدا اندفن ولا حد مات ولا حد اتقطع؟ هن ما بيعنيهم في جثة في بنت، مين هاي؟ هن بيلعبوا بمصائر الناس وبدمائهم وبجثثهم وبمصائر شعوب. وفي اخوها لزينب ما بيعنيهم كمان محمد. هن بيعنيهم انه يطالعوا يعملوا خبطة اعلامية. للأسف انا البارحة تابعت التلفزيون السوري. هذا التلفزيون كان عنده قصة هي اقرب الى سبيكة ذهب بسبب الأداء الإعلامي المتخلف للإعلام السوري والوجوه الكريهة اللي طالعوها للمحللين السياسيين لا يحكوا. رمى هي سبيكة الذهب في سلة مهملات. لم يستطع أن يستفيد منها. الآن تصبح قضية زينب الحصني قضية لأنه عم تتناولها قنوات محترفة إعلاميا. البارحة الإعلام السوري اخترع لعبة مضحكة. من يصدقه؟ من يصدق الإعلام السوري؟ من يصدق التلفزيون السوري؟ أنا عملت في هذا الإعلام 20 سنة وأنا أعرف كذبه. أنا سأروي لك حادثة جرت في 2005. في كاتب اسمه نبيل فياض فجأة بال2005 نشر في جريدة الثورة بيان سجن شهر في الأمن السياسي. بيان غريب يقول فيه نبيل فياض انه هو لقى معامله ممتازه. مرض جابوا له طبيبه الخاص، صاروا يجيبوا له بالمعتقل حليب بالفريز. والله العظيم ليس كذب، موجود البيان. وبالمصادفه صارت قصه حول هذا البيان. انا كنت احد اطرافه. فبعد اشهر ومن المساجلات اتصل فيه نبيل فياض من مكان ما كان خارج سوريا ليقول لي انه هذا البيان اللي هو دافع عنه انه هو كتبه ليس تحت الضغط، وانا كتبت انه هو كتب تحت الضغط، انه اجبر على التوقيع عليه. داهموا منزله، وجدوا عنده مسدس غير مرخص. قالوا له اما تسجن 3 سنوات قضاء او توقع على هذا البيان. وقع على هذا البيان. اسهل الحلين، اسهل الحلول. في سوريا في النكته الشهيره انه بيجيبوا حمار المخابرات السوريه بتقدر تطالعوا غزال من كثر من كثر الضغط. انتقل الى ضيفي من لندن الكاتب الصحفي السوري بسام جعرة. الحقيقه بشكل انساني وشخصي ربما ما اثار الكثيرين في التعامل مع قضيه زينب الحصني
بالأمس وليس بالبدايات. بالبدايات الكل كان مقتنع، وأعود وأكرر، بحسب شهادة الوفاة الرسمية اللي المفروض أنها خرجت من جهة قضائية أمنية رسمية سورية بعد فحوصات طبية تثبت أن هذه الجثة جثة زينب الحسني حتى تسلم لأمها، ولا بتكون الدنيا سايبة، كل واحد بيروح بياخذ جثة بيقول هذا قريبي. اعتمادا على ذلك ربما الأكثر إثارة للشفقة هو جثة تلك الفتاة غير المعروفة. من هي هاي الفتاة؟ يعني كيف يمكن التعامل بجثث البشر بهذه الطريقة بسبيل حرب إعلامية؟ يعني اسمحي لي أخت منتهى أوضح الأمر التالي. يحاول النظام السوري بكل ما أوتي من قوة أن يقول للعالم وأن يقنع العالم بأن معركته هي ليست مع الشعب السوري، بل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية ومع المنظمات الدولية. ولذلك هو يحاول نصب الكمائن لهذه المنظمات لتشويه حقيقة ما يجري على الأرض السورية. يعني ضيف العربية الذي حاول من النظام طبعا، الذي حاول تبرير ما جرى أو يعني فضح المعارضة والإساءة لها، هو من فبرك القضية الشهيرة، قضية البارجة الألمانية اللي كانت موجودة في ميناء بانياس. طبعا بانياس لا يوجد ميناء سوى ميناء نفطي، وهو الذي قال أن النائب اللبناني عقاب صقر قد أصيب في بانياس وهو يقاتل مع الثوار، وأن حوامة إسرائيلية هبطت في بانياس ونقلته. وهو الذي قال أيضا على اليوتيوب: نحن نكذب على العالم ونقول لقد سقط لنا 700 عسكري شهيد، بينما لم يسقط لنا سوى عدد من الأشخاص على بعدد أصابع اليدين. بمعنى أوضح، هذا النظام يكذب حتى بالنشر الجوية. ما أريد حاول النظام من هذه القصة أن يقول جملة أمور، أن يكذب الفضائيات، أن يبرر عمليات القتل، ولكن دعينا نتوقف عند الأمر التالي. إذا كانت زينب حية فعلا ترزق الآن وتمنى أن تكون كذلك، فإن ذلك لا ينفي وجود جثتين، جثة شقيقة محمد ديب والجثة الأخرى اللي اعتبروها فائض عن البشرية، وهاتين الجثتين قضيتا تحت تعذيب. الأمر الآخر والأهم والذي يدين النظام هو أن شهادة الوفاة كما ذكرتم موقعة من الطبيب الشرعي، والطبيب الشرعي لا يوقع إلا بعد تشريح الجثة. هناك بصمات اليد، هناك تحاليل أيضا وقع عليها النائب العام، وقع عليها المحافظ. طيب حتى ضيف السلطة أن هناك جثة. الدكتور طالب إبراهيم قال لا يمكن للأهل أن يتعرفوا. لنفترض أنه الأم بمشاعرها رايحة تستلم جثة ابنها، وقيل لها، هي قالت الأم أنه قالوا لي جثة ابنتك زينب، مش بالصدفة المرة كانت بتتلف بغرفة التشريح وشافت جثة وقالت هاي بنتي، أبلغوها أنه هذه ابنتك. قال هو أنه لا يمكن للأهل أن يتعرفوا في هذه الحالة على الجثة، كلمة الفصل للطب الشرعي في تحديد هوية الجثة الأخرى. يعني هذا الكلام أصلا يدين الجهة التي أصدرت شهادة وفاة للبنت اللي المفروض أنها مش زينب. تماما. حتى لو كانت الأم فعلا تعرفت على جثة زينب كانت قالت للناس أنها زينب الحقيقية، ولو كانت غير زينب لقالت أمرا آخر. كل هذا ليس هو المهم. ليس المهم إن كانت الأم قد تعرفت في تلك اللحظة المأساوية على بنتها أم لم تتعرف. الأهم أن النظام هو الذي أصدر شهادة الوفاة، وهو الذي قال للأم أن جثة بنتك موجودة. ولذلك هو يتحمل إذا كان الأمر يتعلق بتزوير. خلينا نتذكر معا قصة المحامي العام الأول بحماه. ما الذي قاله المحامي العام؟ كيف كان يجبر على توقيع إفادات مزورة. كل الأمور تزور. أنا أقول لك يا أمر أهم، أمس طلع علينا بشار جعفري من مجلس الأمن. ما الذي قاله؟ قال أن نائل الدخيل هو عميد كلية الكيمياء في جامعة البعث، بينما الإعلام السوري والناس جميعا تعرف أن نائل دخيل هو عميد ركن أي جنرال في كلية الحرب الكيميائية. إذا كان مثل هذا الرجل يجرؤ على الكذب أمام مجلس الأمن، فكيف لا يكذبون على شاشات تلفزيون الدنيا والآخرة؟ أنا أقول لك لا تستغربي إذا وجدت صديقي حكم البابا يعترف في يوم من الأيام أنه هو الذي حاول
قتل الرئيس اليمني عبد الله صالح. هذا النظام يستطيع أن يفبرك كل شيء بلا خجل. وبكل صراحة أقول لك أن هذا الأداء الإعلامي هو الذي جعل النظام يتمرمط أمام الناس ويظهر بشكله البائس والهزيل أسألك سؤال والكوميدي. سيد جعارة، هل الإعلام يريد أن يقول توقفوا عن متابعة الفضائيات الأخرى سواء العربية أو الأجنبية التي تتحدث عن زينب أو حمزة الخطيب أو غيرها لأنهم يكذبون في هذه القضية، لأنه زينب ما زالت عايشة وأحمد البياسي عايش ويمكن بكرة نشوف حمزة الخطيب عايش وهذا نتمناه، وكثر أيضا على الساحة السورية؟ يمكن هذا كله افتراضي اللي احنا بنحكيه بالإعلام. يعني اسمحي لي بالأول ناشد المنظمات الإنسانية أن تحاول تأمين ملاذ آمن لزينب الحصني إذا كانت على قيد الحياة، وإذا لم تكن على قيد الحياة فنحن نحمل النظام السوري مسؤولية قتله. وكذلك أذكر بمصير أحمد بياسي. ما فعلوه هو ما فعلوه مع شيخ المعتقلين أحمد صياصنة. أنا أقول لك الآن كل القصة بما فيها أن النظام يحاول أن يقول للعالم كله وللشعب السوري أن معركته هي مع الفضائيات. هو اتهم إحدى الفضائيات بتأمين حبوب مخدرة للمتظاهرين. يعني هذه الأكاذيب لا يصدقها أي عاقل. يعني يريد أن يحول المعركة من معركة مع الشعب السوري إلى معركة مع من يحاول نقل الحقائق على الأرض بعد أن حاول النظام منع وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وجميع المراقبين. يعني هذا الأمر أصبح مكشوفا. يعني أنا أقول ملف زينب الحصني انقلب على النظام، حاول وضع كمين فوقع فيه كما أشار صديقي حكم البابا مثل ما حدث مع سفيرة سوريا في باريس. يعني هم ينصبون أفخاخ، يستعملون كاميرا خفية. بغض النظر يعني أنا ما أود التأكيد عليه في ختام هذا الملف سيد بسام جعارة أن هناك مسؤولية الدولة الآن أن تعلن عن الجثة التي تم دفنها وتسليمها لأهل زينب الحصني على أنها زينب، وطلعت مش زينب. يعني كويس أنه زينب عايشة لكن في واحدة ثانية ماتت إن شاء الله اسمها سعاد أو حسنية، مش مهم، المهم أنه في فتاة تم تقطيعها.